اسمي سلطان، وأبوي تاجر كبير وأنا وحيد أهلي. والحمد لله ربنا معطينا من فضله، وأبوي مو مخليني يحتاج شيء، وشرالي موتر الكل يتمناه. وكنت مو مصدق نفسي مع الموتر. وما أخفي عليكم أنا من النوع مو اجتماعي، وما كان لي إلا صديق واحد واسمه نايف، وهو كان من أعز أصدقائي، وكل مشاويرنا وطلعاتنا وروحاتنا وجياتنا كانت مع بعض. وكان يحبني ويعزني لدرجة إنه اشترى موتر مثل موتري بالضبط، لكن لونه يفرق. دايم جداد واخزات جرح البعد يا هي أليمة، يا متعبة كل النساء حبك وكاد قربك هنا والبعد هنك ظليمة، قربك هنا والبعد هنك ظليمة. وفي يوم من الأيام كان مشغول، وأنا كان ودي أطلع صراحة، فطلعت لحالي. عقبك ترى ما طارت أحلام ورقات، عقبك أحس بضعف حال وهزيمة، يومك معي ويا الهنا. وقعدت أفتر بالشوارع بالموتر، وكملت طريقي، ولفت انتباهي بنت كانت واقفة على الرصيف، واقفة تكلم بالجوال، وكان جمالها مو طبيعي. فقلت خلني أوقف عندها وحاول أتعرف عليها. وبالفعل وقفت وانتظرتها تخلص مكالمتها وكلمتها، وعجبها موتري وطلبت مني أني أوصلها، ووافقت بدون أي تردد. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. وركبت معي ووصلتها لبيتها، وطلبت منها رقمها، واخذته مني وقالت بكرة بكلمك، ونزلت. أنا وقتها ما صدقت نفسي، وصرت أخطط كيف بخطبها ومتى بخطبها. باليوم الثاني دقت علي العصر ورديت. قالت لي وش رايك نطلع ونتعشى وكذا. أنا قلت لها أوكي، وافقت بدون ما أفكر، ونسيت أني كنت متفق مع صديقي نايف نطلع مع بعض. واخدتها على المطعم وتعشينا وجلسنا نتكلم. وطول هذا الوقت كان نايف يدق على جوالي، وكنت أعطيه مشغول. وبالصدفة شاف موتري عند المطعم، ونزل وشافني جالس مع البنت، بس ما حب
المهم كملت سارتي ووصلت البنت ورجعت على البيت. وأول ما وصلت تذكرت نايف، دقيت له ما رد. قلت بيني وبين نفسي شكل نايف نايم، ونمت. خلال الأسبوعين كل يوم أطلع مع البنت وحبيتها، وكنت مجهز لها مفاجأة بروح أخطبها، بس قلت خلني أدق عليها وأروح لها. بس الغريب كانت ما ترد. دقيت عليها كثير وما ردت. قلت بيني وبين نفسي احتمال نايمة أو مشغولة، بكرة بكلمها. واليوم الثاني دقيت عليها وبرضه ما كانت ترد. خفت عليها وقلت بروح على بيتهم الحين واشوفها. وطلعت مستعجل ومشيت بسرعة، وكنت بسوي أكثر من حادث بسبب السرعة. وقتك في ديتك رد، لا توجع الصدر بالحربة، القلب صد بكثر الصاد، وحزني ما عاد أتعذر به. ما هو وقتك في ديتك رد، لا توجع الصدر بالحربة، القلب صد بكثر الصاد، حزني ما عاد أتعذر به. المدح ولا تبي من جد، عاشك لا تثني. وفجأة شفت شيء خلاني أنصدم، وتمنيت أني أموت قبل ما أشوف هالشيء. لقيت البنت اللي كنت باخذ أبوي اليوم يطلبها لي واقفة تكلم واحد وتضحك معاه بنفس الطريقة اللي تعرفت عليها فيها. وصرت أراجع نفسي وأفكر وأقول هذه اللي سحبت على أعز أخوياي عشانها، وكنت بتزوجها. وبعد يومين كنت عايش بحالة نفسية صعبة، وكنت أحاول أتواصل مع نايف بس ما كان يرد علي. وصار أمنية حياتي إني أرجع وأكلمه. وطلعت من البيت وصار اللي بتشوفونه الحين.